السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث تطورات خطيرة ليلة أمس، وتم استهداف محيط مفاعل ديمونة النووي. طبعا لم يتضرر المفاعل، وربما في الهجمات القادمة يعني ده إنذار للكيان إن إيران تقدر توصل لأي مكان في تل أبيب، وده برضو بينذر بكارثة ممكن تحدث. يعني ممكن لو المفاعل استهدف من الداخل ممكن يحصل تسريب إشعاعي ويحصل خطر على المنطقة بالكامل. طبعا ده ردا على استهداف مصافي البترول في إيران. احنا بنقول دايما الناس عمالة بتندد بالاستهداف الإيراني لدول الخليج، احنا ما قلناش حاجة وده غلط، ولكن ولا حد ندد باستهداف إيران من قبل القوات الأمريكية وقوات الكيان الصهيوني. ما لهمش رد الفعل عشان هو استهدف دول الخليج والدول العربية، لأن كلنا مع دول الخليج ومع الدول العربية. بس ليه ما نلومش اللي بدأ الحرب وبعد كده خلى ردة الفعل بقت عشوائية؟ زي ما بنشوف كده إيران بتضرب عشوائي، ده رد فعل وجنون عشان اللي حصل فيها، وربنا يسترها على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.